عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناة ساينس ببساطة مع ميس سارة. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنكمل مع جريد 5، هناخد lesson 3 part 2. احنا خدنا part 1، اتمنى ان انتوا تكونوا شفتوه وفهمتوه. اي حاجة ما تفهموهاش بعتولي في الكومنتس، بفرح جدا بالكومنتس بتاعتكم وبرد عليها باهتمام. في بارت 2 بقى احنا هنكمل بقية البارتس اوف plant، يعني بقية اجزاء النبات. وهناخد النهاردة الليفز اللي هي الأوراق بتاعة النبات. قالك الليفز عندها حاجتين مهمين جدا. أول حاجة عندها حاجة اسمها كلوروفيل، والكلوروفيل ديت ليها حاجتين أو ليها فايدتين. أول فايدة هي make the plant green، يعني انت بتشوف النبات لونه أخضر. يا ترى ليه النبات لونه أخضر؟ بسبب وجود الكلوروفيل ده. الكلوروفيل هو اللي بيخلي البلانت لونه جرين. هل بس كده؟ يعني هل لازمة الكلوروفيل ان هو يخلي البلانت جرين بس كده؟ قالك لا، ده ليه وظيفة مهمة جدا. ايه هي؟ قالك الكلوروفيل ده بيعرف ان هو يعمل absorb، يعني يمتص الانرجي اللي موجودة في السانلايت. ايه يعني ما يمتص الانرجي؟ ايه المشكلة يعني؟ لا، ما احنا قلنا ان الانرجي اللي في السانلايت دي هي اللي بتخلي البلانت يقدر يعمل الفوتوسينثيس بروسيس، عملية البناء الضوئي. يبقى الكلوروفيل ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين: make the plant green، بيخلي البلانت لونه green، وتاني حاجة بيمتص الانرجي من السان لايت. ليه؟ to make photosynthesis process. ايه هي الفوتوسينثيس بروسيس؟ قلناها قبل كده وهنقولها تاني في الفيديو ده، بس خليكم معايا كده واحدة واحدة. طيب، الفوتوسينثيس بروسيس دي بتحصل فين؟ في انهي جزء من البلانت؟ اصل احنا خدنا 3 اجزاء، انت المفروض متابع معايا بقى من الفيديو اللي فات. في 3 اجزاء من البلانت، ايه هما؟ الروتس والستم والليفز. يا ترى الفوتوسينثيس بروسيس بتحصل فين؟ قالك هي takes place، يعني بتحصل في مين؟ الليفز. يبقى هي takes place in leaves، بتحصل فين؟ في الليفز، في الورق اللي احنا بنتكلم عنه ده. وقلت لكم في الفيديو برضو اللي فات ان الليفز دي احنا بنسميها ماما بتاعة البلانت، هي اللي بتعمل للبلانت اكله. اوكي، قالك الليفز انا مش قلت فيها حاجتين؟ اول حاجة الكلوروفيل، خلاص وقلنا ايه هو الكلوروفيل. تاني حاجة هتلاقي فيها small openings او small pores، يعني فتحات صغننة كده، صغننة قوي، متشوفهاش كده لما تركز فيها او لما تستخدم عدسة مكبرة عشان تعرف تشوفها. اسمها ايه الفتحات الصغننة دي؟ اسمها ستوماتا. ايه هي الاستوماتا دي؟ الاستوماتا دي عبارة عن small openings in the leaf surface، يعني هي فتحات صغننة كده على السيرفس، على السطح بتاع الليفز. ايه فايدتها؟ مش انت عندك مناخير؟ طبعا انت بتبص عليا، ايوه انت عندك مناخير، بتاخد منها الاكسجين وبتطلع الكربون دايوكسيد، صح؟ هي كمان عندها الاوبننجز دي، الفتحات دي كأنها مناخيرها، بتاخد منها بقى الكربون دايوكسيد وبتطلع الاكسجين. والعملية دي بنقول عليها exchange gases، يعني عملية تبادل الغازات، exchange gases. طيب، يبقى احنا عندنا الاستماتة دي مهمة جدا. هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن small openings in the leaf surface، يعني فتحات صغننة في leaves surface، في سطح الورق، which allow gases to go into and out of the plant، يعني هي بتسمح للجازز، الغازات، ان هي تدخل او تخرج من الايه؟ من البلانت. طيب، هل الليفز فيه منها انواع؟ طبعا في من الليفز انواع، types of leaves، انواع الليفز. احنا هنقولك نوعين بس، هو في منهم انواع طبعا كتير. ايه هما؟ اول نوع عندنا النارو ليفز، اللي هي الاوراق اللي بتكون ضيقه جدا او رفنعه قوي قوي قوي، زي اللي موجوده في الباين تري، اللي هو الباين تري دوت، اللي هو شجره الصنوبر. لو خدت بالك شجره الصنوبر اللي هي بتاعه الكريسماس دي، لو بصيتوا عليها كده هتلاقوا الشجرة دي الورق اللي فيها بيكون رفيع قوي، شبه النيدلز كده، شبه
الإبر. طيب وفي نوع تاني بقى عكسه تماما اللي هو flat and wide leaves، يعني الليفز بتكون مفلطحة كده وبتكون واسعة وكبيرة زي اللي انتوا شايفينها دي، ودي لو بتاخدوا بالكم كده بيقف عليها الفروجز الضفادع. اوكي، تعالى بقى نتكلم شوية عن الفوتوسينثيس بروسيس، عملية البناء الضوئي. اول حاجة الكلوروفيل، وقلنا الكلوروفيل ده موجود فين يا حلوين؟ برافو، موجود في الليوز. الكلوروفيل ده بيعمل ايه؟ تقولي يا ميس ده احنا قلنا ان هو ميك ذا بلانت جرين. برافو عليك، انت كده مصحصح. وايه كمان؟ قلنا ان هو بيعمل ابزورب للانرجي من السان لايت، بيمص الطاقة او بيمتص الطاقة اللي موجودة في السان لايت، في ضوء الشمس. وبعدين الليفز يوز ذيس انرجي، يعني الاوراق بتستخدم الطاقة دي وبتعمل ايه؟ بتعمل combine carbon dioxide with water، يعني بتخلي الكربون دايوكسيد يتفاعل مع الووتر. ليه؟ عشان يكون للبلانت الفود بتاعه، نوع كده من الشوجر او النيوترينز اللي بياكلها البلانت او بيحتاجها البلانت. بس كده؟ لا، وكمان بتطلع الاكسجين اللي احنا بنتنفسه. واتكلمنا عن العملية دي بتفصيل كبير جدا في الفيديو اللي فات وبطريقة مبسطة جدا جدا، طريقة الفوتوسينثيس بروسيس. اراهنك ان انت لو شفتها هتفهمها بسهولة جدا، تبقى حاجة لطيفة قوي وانت بتحبها جدا. تمام؟ طيب عايزين نعمل اكتيفيتي كده، عايزين نعمل نشاط يقول لنا هو فعلا الزايلم ده اللي هو موجود في الستيم وبرضو اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات، هو فعلا الزايلم هو اللي بينقل الووتر من الروتس للليفز؟ عايزين نعرف، تعالى نتأكد مع بعض. على فكرة الاكتيفيتي دي او الاكسبيرمنت دي انت تقدر تعملها في البيت عادي جدا، سهلة قوي، واما تشوفها هتتبسط بيها جدا، يعني لما تشوفي النتيجة قدامك. هتجيب سيلوري، السيلوري دوت اللي هو الكرفس، عيدان الكرفس. وش معنى عيدان الكرفس؟ عشان عيدانها تخينة شوية. وهجيب جلاس كاب، كوباية من الازاز ويكون فيها ووتر، يكون فيها مية. وهجيب فود كولورينج، اي لون اكل او مش اكل عادي براحتك، بس يفضل لون اكل، يعني لون طعام اللي هي الالوان اللي ماما بتحطها في الاكل. وهنجيب سيسورز اللي هو المقص. طيب هنعمل ايه بقى؟ قالك احنا هنحط حبة من الفود كولورينج دول في الووتر، في المية، كوباية المية اللي احنا جايبينها. وهنقطع حوالي 2 سنتيمتر من اخر السيلوري، من اخر الكرفس، هناخد منه حتة كده نقطعها، ونحط الكرفس ده في الووتر اللي محطوط فيها الكالر، وهنسيبها للنكست داي. هنلاقي مثلا انت حطيت لون بلو، فهتلاقي السيلوري كلها لونه بلو، الكرفس كله لونه بلو. حطيت لون ريد هتلاقي لونه ريد، حطيت لون يلو هتلاقي لونه يلو. فايه اللي حصل؟ المية طلعت فيه لحد ما وصلت للايه؟ للليفز. يبقى معنى كده فعلا الزايلم اللي موجود في الستم هو اللي بينقل الووتر من السويل او الروتس او ايا كان اللي يوديها للليفز. اوكي، عايزاك تعرف حاجة مهمة هنتكلم عنها الدرس اللي جاي بالتفصيل قوي، بس برضو عايزاك اديك كده هنت بسيطة عنها، كده حاجة بسيطة كده عنها. انت عندك الستم في نوعين، يعني في نوعين، في حاجتين جوه الستم. الحاجتين دول حاجة بتوصل الووتر اللي هي الزايلم اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وحاجة تانية بتوصل الفود اللي الليفز عملته لكل اجزاء البلانت. يعني الزايلم هو بيوصل الووتر، لكن عندنا حاجة تانية اسمها فيلم، ودي بتوصل الفود اللي عملته الليفز لكل اجزاء البلانت. الزايلم بيوصل من تحت لفوق، والفيلم بيوصل من فوق لبقية اجزاء البلانت. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل شديد جدا الفيديو اللي جاي،
ما تنساش بس اللايك والشير والسبسكرايب، فعل الجرس عشان اول ما انزل فيديو انت تشوفه على طول. مع السلامة يا حبايبي، باي باي.